مبدئيا كده اللي يقول لك السنه دي بالتحديد الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم، قول له ريح لها دلوقتي على جنب معلش شويه، وتعالى اكلمك على الدوري الامتع والاكثر اثاره الموسم ده وهو الدوري الاسباني. على فكره دي مش اول مره، بس خلينا في اللي حصل لسه من شويه. دلوقتي حالا اتلتيكو مدريد كان كسبان ختافي 1-0 لحد الدقيقه تقريبا 87. ختافي يتعادل؟ لا ازاي؟ ده يقلب النتيجه ويعمل ريمونتادا ويكسب في اخر الدقائق لحد الدقيقه 100 تقريبا. كان الماتش شغال وقت بدل ضايع. انا دلوقتي مش بكلمك زي العادي قبل كده ان ماتشات ريال مدريد وبرشلونه بس هي اللي كانت بتبقى ممتعه. على فكره لو بصيت على ماتشات تانية غير ماتشات اتلتيكو مدريد نفسهم هتلاقي برضو ماتشات ممتعه. مش محتاج اكلمك قد ايه الدوري الاسباني كورته امتع بكتير. بس سيبك برضو من كل ريال مدريد لو كسب النهارده هيبقى المركز الثاني بعد ما كان المركز الثالث. برشلونه في الماتش المؤجل لو كسب هيبقى الاول فرق 3 نقط بعد ما كان المركز الثالث فرق 7 نقط. برضو كل ده كويس بس يعني لسه شويه. فرق الثلاث نقط ده الماتش الجاي الاسبوع الجاي ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد بس كده؟ لا والله ازاي. ماتش الجاي الاسبوع الجاي ماتش ريال مدريد وفيا ريال، وده فرق النقط من المركز الاول للمركز الخامس. الدوري الاسباني 2025 هو الدوري الامتع والاقوى في العالم.